السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. لعشاق السمك بقى نعمل مع بعض صينية السردين الخطيرة دي بتتبيلة سهلة وبسيطة ومش فيهاش اي صعوبة. معايا كيلو سمك سردين من ده فريش. تعرفي بقى ان هو طازة وفريش كده من خياشيمه، لازم تبقى خياشيمه حمرة. انا غسلته كويس جدا، بس طبعا مش هنضفه غير بس هشيل القلب منه. جبت معلقة زي ما انتم شايفين كده وبشيل بطنه. ما تستعمليش معاه سكينة خالص لان هو لحمه طري جدا وما بيستحملش. فبمعلقة كده ونشيل البطن بالطريقة دي، واحدة واحدة كده وبالراحة. السردينة ديت ممتازة، فايدتها عالية وطعمها حلو قوي والكل بيحبها، مفيش حد ما بيحبش السردينة البلدي دي. وهنعملها بتتبيلة بسيطة مع بعض كده. انا خلصت اهو، شلت البطن من كل السردين بتاعنا، وجبت معلقتين توم مفرومين. حط معاهم معلقه هريسه كده شطه من اللي عندي. لو انت ما عندكيش هريسه عادي حطي قرنين شطه او قرنين فلفل الموجود عندك. وهنحط بس كزبره وملح وكمون وبس. انا بحطش اكتر من كده، وممكن ربع معلقه توم باودر ولا حاجه لو انت مش حباه، خلاص استغني عنها. هنقلب بقى مع بعض كل المكونات بتاعتنا دي. نجيب ليمونه كبيره وحلوه كده ونعصرها عليهم. تعصري ليمونه كامله او ليمونتين، لو الليمونه مش كبيره اعصري ليمونتين وسط كده. وقلبي بقى التتبيله الجميله بتاعتك دي مع بعضها كده، وننزل عليها بيهم كلهم كده على السردين بتاعنا. ونقلب بقى بالراحه كده بمعلقه او بايديكي عادي، بس تقليب بالراحه كده عشان هنا زي ما قلت لكم السمك ده ما بيستحملش، بيبقى طري جدا. فنقلب بحذر عشان ما يتهريش معاكي. خلاص كده اهو قلبت التتبيله. انت مش محتاجه تسيبيه في التتبيله مده ولا حاجه، بتشتغلي على طول وبترصيه في صينيتك على طول وعلى الفرن، لان هو ما بياخدش وقت في التتبيل وطعمه بيطلع حلو قوي. جبت الصينيه اهي معانا، هبطنها بقى تبطينه كده زي ما انتم شايفينها. اقطع بصلايه كبيره، نعمل بقى بطانه كده للصينيه من تحت، بتاخد من طعم السردين كده، من طعم السمك، بتبقى حلوه قوي قوي. الحاجات دي بقى بتاخد من طعم وهتاكليها اكتر ما بتاكلي السمك، وهتعجبك اكتر من السمك نفسه كمان. قطع قرنين فلفل مع البصلة وطماطمايه. هي بصلايه كبيره، قرنين فلفل، طماطمايه. عايزه تحطي شطه خضرا حطي، عايزه تحطي جزر برضو لو عندك حطي، اللي موجود واللي انت عايزاه ممكن تحطيه في تحت كده، بيبقى طعمه حلو قوي. حط برضو معلقه ملح صغيره، معلقه كمون، ومعلقه كزبره. ونقلب بقى كل الحاجات دي مع بعض، ونفكك البصل كده ونقلبهم كله مع بعض ونفرده في الصينيه بالطريقه دي. ونجيب بقى السردينه بتاعتنا نرصها بقى كده زي ما انت شايفه في الصينيه، رصه حلوه كده اهي زي ما انت شايفه كده، سهله وسريعه. والاكله دي ما شاء الله مش هتاخد معاكي اكتر من ربع ساعه بتسويتها بكل حاجه، ربع ساعه وهتبداوا تاكلوا منها بألف هنا وشفا مقدما. خلاص خلصتها ونزلت ببقيه التتبيله اللي كانت فايده فوقيها برضو. وفي الاخر كده فنجان زيت صغير. وخلاص بقت جاهزه معانا ما شاء الله اهي. ندخلها الفرن بقى بتاعنا. انا هحطها في الفرن الغاز بتاعي ده، بس انت طبعا لو ما عندكيش فرن غاز تحطيها في فرن البوتاجاز عادي. تاخد 10 دقايق كده في الفرن وتكون احمرت وبقت زي الفل. هي ما بتستحملش، لحمها طري جدا فما بتستحملش. ما شاء الله احمرت معايا اهي. انت بقى ممكن تحطها في اي فرن عندك مفيش مشكلة. طالعة ما شاء الله زي الفل وجميلة. السمكة والبصلة طعمها حلو قوي، وترشي بلدي بقى جنبها كده. وبألف هنا وشفا جربيها، واكتبي لي تعليق برضو حلو وقولي لي ايه رأيك فيها وايه رأيك في طريقتها. وما تنسينيش في لايك وشير وسبسكرايب، وفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل وصفاتي اول. في نهاية الفيديو ما تنسوش تدعموني بلايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.